السلام عليكم. النهارده هنعمل احلى صينيه مشكل. كفايه بقى افوره ومش عارفين ناكل ايه. تعالوا بقى نعمل احلى صينيه مشكل لزوم العيد. كل سنه وحضراتكم طيبين، يعود عليكم العيد بالخير والسعاده والهنا والبركه انتوا واولادكم. تعالوا ندلع كده الاولاد، نعمل لهم احلى صينيه مشكل كده ايام العيد، كده اول يوم العيد، ونحسسهم كده بجو الفرحه، ونحسسهم كمان ايه بفلوس ابوهم اللي جايب الضحيه. طبعا امال ليه مش ابوهم اللي جايب الضحيه؟ نحسسهم كده بالفرحه كده، ونحسسهم بكل حاجه كده، باجواء العيد كده. ولو عندك ضيوف ابتدي اعزموهم عليهم. تعالي مش بس كده، ده احنا هنعمل احلى سندوتشات واحلى سلطه طحينه زي بتاعه المطاعم، واحلى سلطه خضراء بميه الويسك بتاعه الغلاب. تعالوا نخش على الوصفه بتاعتنا، وقبل ما نبدا هنصلي على النبي. جبنا دلوقتي الطحال بتاعنا ده عباره عن كيلو. هو بيجي كله على بعضه، مش كيلو، هو بيجي كله على بعض. الراجل بيقول لي خديه ده ب 80 جنيه. انا جبته غسلته حلو. بعد ما غسلته نقعته في محلول ملح، عباره عن خل وليمون وملح يا جماعه. نقعته كده وغمرته حلو بالميه لمده 10 دقايق. وطبعا الفشه نفس القصه، نقعتها لوحدها برضو في المحلول الملحي. والفشه مش بنقعها معايا، الفشه بتبقى زفره فمحتاجه تتنقع لوحديها، انها بتبقى فيها دم. اما الطحال بيبقى كويس شويه، ما فيهوش زفاره زي الفش. بعد كده ما نقعتهم شطفتهم حلو من الميه، وبعد كده صفيتهم حلو، وابتديت اتعامل معاهم اكني بسلق لحمه. جبت كل واحده منهم، كل واحده هسلقها في حله. جبت حله للفشه، حطيت فيها بوكيه جرنيه عباره عن طماطم وجزرايه وورق لورا وحبهان ومعلقه كمون صغيره ومعلقتين ملح صغيرين ونص معلقه من الفلفل الاسود. وما نكترش الفلفل الاسود عشان مش يدينا حراره في الشوربه. وانا قلت المعلومه دي كذا مره، لما باجي اسلق اللحمه ما بتحطيش فلفل اسود كتير عشان هو اللي بيزود معاك الحراره. تمام. بعد كده كل ده احنا بنحطه اللي هي الحاجات المعطره، ورق اللورا والحبان والحاجات دي في الميه عشان تمنع معانا الزفاره بتاعه الطحال او الفش. انا بقول لك انا حطيت الطحال، اول ما الميه غليت معايا هديت النار على نار متوسطه وسبتها ساعه الطحال يستوي. ونفس القصه مع الفش، حطيتها في حله لوحديها وحطيتها البوكيه جرنيه وبرده غطيت عليه. اول ما غليت معايا هديت النار على نار متوسطه وسبته برده ساعه. برده الطحال طلعته زي ما انتم شايفينه، والفشه طلعتها بعد ساعه على نار متوسطه. يا رب كل حاجه تكون واضحه. شايفين الشوربه بتاعتي رايقه وجميله ازاي؟ كل ده عشان نقعت اهم حاجه الطحال والفشه في المحلول الملحي، وشال الزفاره كلها، ورجعت تاني شطفته بميه نظيفه. اهم حاجه النظافه يا جماعه. بعد ما طبعا، ودي حلويات، دي الحلويات اللي محدش عارفها. الحلويات عباره عن قطعه جلده كده يا جماعه، او دهنه. تمام. عباره عن قطعه دهنه. انا بقول لك اهو. بعد كده يا جماعه طلعت الطحال والفشه. لو انت مستعجله بتحطيهم في ميه ساقعه، لكن انا مش مستعجله فسبتهم يا جماعه ربع ساعه بردوا. وبعد كده بتعامل مع الطحال او الفشه. رحت شايله طبقه الجلده اللي هي البسيطه ديت بايديا عادي، وابتديت اتعامل. رحت مقطعاها بالطول. عايزه تقطعيها انت كده بشرايح رفيعه تكون محمله عادي. انا قطعتها بالطول لان الطحال عندي كتير يا جماعه، فانا هاخد نص النص هاخده هعمله مع التقطيع، والنص التاني هعينه في كيس في الفريزر. طب مش هتعملي كله ليه؟ مش هعمله كله عشان انا مش عايزه اكل طحال بس، انا عايزه استمتع بالذبيحه بتاعتي، بقطع الذبيحه بتاعتي الكبده والفشه والكلى وكل حاجه عايزه استمتع بها وانا باكلها، مش هاكل طحال بس. فانا عندي نص الطحال في الفريزر، مره تانية هطلعه. ودلوقتي خدت النص التاني هعمله مع الكبده والتقطيع. دلوقتي جبت برضو الفشه بتاعتي اهيت بقطعها برضو لقطع محمله، والطحال برضو قطعته لقطع محمله يا جماعه. انا مش عايزاه يكون مهري. تمام. دي قطعه الحلويات اللي انتوا شايفينها اللي هي الجلده دي قطعه اسمها قطعه الحلويات. البنات اللي لسه مبتدئه ومش عارفينها دي اسمها حلويات. قطعتها برضو لشرايح محمله، مكعبات كده تكون محمله، ما تكونش مهريه. تمام. عشان احنا لسه برضو هنسويها تاني. انا بقول لك اهو، شايفه القطع بتاعتي وحجم القطعه بتاعتي ادي سمكها اهي. تمام تمام. بعد كده خدتهم حطيتهم في طبق وركنتهم. بعد كده جبت اللحمه بتاعتي. هنعمل الكفته برضو. الكفته بتاعتنا برضو عباره عن نص كيلو لحمه تكون ملبسه من وش الفخده او من الدراع. تقول للراجل انا عايزاها تكون ملبسه، وتحط معاه وخليه يحط لك 100 جرام من البوش. بفضل البوش عشان بيمسك اللحمه ويخليها لنا حلوه. اما الدهنه لو حطيتي دهنه صافي، الدهنه هتفك معاكي الكفته. خدتها 3 وشوش فرمتها. انا عندي مفرمه، خدتها فرمتها 3 فرمات. كل ما تفرمها تديكي قطعه لحمه ناعمه وتبقى حلوه. جبت لها بصلايه كده اهوت يا جماعه، وجبتها غسلت البصلايه بتاعتي، بصلايه واحده في حدود ال 100 جرام، وغسلتها وفرمتها حلو، بشرتها وعصرتها حلو من الميه. طب ليه عصرتيها؟ لو حطيتها بميتها هتفك معاك الكفته. اما احنا خدنا التفل بس، بقول لك الميه انا مش عايزاها. خدت تفل البصله وحطيتها وهسمغها مع معلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقتين صغيرين من الملح. انا ما بحطش اكتر من كده من البهارات. عايزه تحط انت حاجه ترجع لك، هو الملح والفلفل الاسود بكتفيهم. وبعد كده انا عايزه استمتع بطعم اللحمه. دي لحمه بلدي يا جماعه. لو لحمه مستورده احط لها شويه بهارات. بعد كده فضلت اعجن فيها واسمغها حلو، تاخد وتدي من بعضيها. وبعد كده رحت حطاها ساعه في التلاجة او في الفريزر تستريح تستمغ مع بعضيها.
طلعتها كورتها، خدت كل كوره كورتها كده قد قطعه الليمون. بعد ما خلصتهم بعد كده بقول لك طبق التقطيع اهوت، ونص كيلو من الكبده. الكبده دي حاطه معاها كلاوي وقلب يا جماعه، ومقطعاهم برده قطع شرايح محمله الكبده. وده ربع كيلو من الدهنه البوش، انا بحب البوش او قطع من الدهنه. بقول لك الكور الكفته اهي مكوراها قد قطعه الليمون. ومعايا الممبار بتاعي اللي قبل كده عملته لكم. واخد مشاهده، متشكرين جدا على تعليقاتكم والمشتركين الجداد. تمام. وبعد كده جبت نص كيلو. دلوقتي جبت الصينيه بتاعتي على النار سخنت، حطيت لها ربع كوبايه من الزيت يكون ريحته حلوه، وطبعا ربع كيلو من الدهنه سخنوا. ورحت نازله بنص كيلو من البصل مقطعاه جوليان، اذا كان احمر ولا ابيض، ويدوبك دبل معايا. انا مش عايزاه يصفر، انا عايزاه ينزل الماده السكريه بتاعته انها بتدينا طعم في صينيه السمين. بعد كده رحت حاطه الكبده بتاعتي والكلاوي والقلب. اول حاجه بفضلهم ان هم بياخدوا سوا. رحت بعد فضلت اقلب فيهم لغايه ما ابتدوا ياخدوا لون كده في حدود 5 دقايق. وبعد كده رحت نازله عليهم موسعه كده، ورحت نازله بكور الكفته بتاعتي. تمام زي ما انتم شايفيني كده، والفيديو موضح كل حاجه. ابتديت اقلب كده، شايفه كور الكفته بتاعتي ما فكتش ليه؟ عشان انا حاطه نسبه الدهنه وحاطه نسبه اللحمه بتاعتي بنسب متساويه. وطبعا حاطه البصلايه بتاعت التفل بتاعها، فقلبت فيها كويس والكفته خدت اللون. وبعد كده نزلت بطبق التقطيع بتاعي، فضلت اقلب فيه كده بالمعلقه كده زي ما حضرتك شايفه كده. وبعد كده نزلت بقى بنص كيلو. عايزه ادلع الصينيه بتاعتي بقى، رحت جايبه نص كيلو من الفلفل الرومي البارد. عايزه تحط حامي حاجه ترجع لك لو ولادك بيحبوها. ورحت نازله ب7 فصوص من التوم كده هوت، برده لزوم الدلع الصينيه بتاعتي، او نص راس توم. ورحت نازله بعودين من البقدونس. ورحت نازله بثمرتين من الطماطم كده. الطماطم اللي بتديها تسكيره، ودي معلومه محدش قال لكم عليها، بتدي تسكيره لصينيه السمين. وقطعتها مكعبات الطماطم وحطيتها كده يا جماعه. وبعد كده رحت حاطه بقى معلقتين صغيرين من الملح، والملح حسب رغبتكم. وحطيت كمان، ما يحلاش الصينيه الا غير بمعلقه كمون صغيره كده، ومعلقه كزبره ناشفه، وطبعا سنه من الشطه لو انت عايزه. والشطه دي حسب الاحتياج بتاعك او حسب رغبتك. قلبناهم مع بعض وسيبناهم على نار متوسطه عقبال ما اعمل لكم سلطه الطحينه زي بتاعه المطاعم. تعالوا بقى وركزوا معايا. جبنا فصين توم بس، وجبنا معلقه صغيره من الكمون، وضربناهم حلو مع بعض. عندك هون خير وبركه، ادق بيه عادي مفيش اي حاجه. بعد كده حطيت نص كوبايه من الطحينه، وبعد حطيت معلقتين من الخل كبار، وحطيت نص عصره ليمون. وبعد كده حطيت برضه، انا حطيت نص كوبايه طحينه، هحط عليها نص كوبايه من الميه المغليه. ركزوا معايا. واحط معلقه صغيره من الملح، ونص معلقه من البابريكا بتدي طعم للطحينه بتاعتي يا جماعه، ودي تكه مهم. ضربتهم حلو مع بعض كده ضربتين. وبعد كده السر تاني بقول لك كده خفيفه، ركزي معايا. عايزاها بقى تقيله، تجينا للسر المهم اللي محدش بيقول عليه بتوع المطاعم. الزيت. طب الزيت ده اللي بيديها السمك وبيديها القوام. بيتعاملوا معاه زي هيئه المايونيز. يعني احنا هنفضل كده نضرب في الطحينه وننزل عليها بالزيت بتاعنا في حدود الربع كوبايه بس، ننزل عليها بسرسوب زي المايونيز. شايفه بقول لك القوام، كل ما انت عايزاها تقيله تنزلي الزيت كده زي المايونيز، هي اللي بتتقل معاكي. خلصنا كده والقوام بتاعنا بقى حلو، حطيناها في طبق كده وركناها. نيجي للسلطه بتاعتنا، سلطه الخضره، ونشوف طعمها كده، ونشوف الميه بتاعت الويسك بتاعت الغلابه. جبنا طماطميتين غسلناهم حلو قطعناهم مكعبات، وجبنا خياره قطعناها برضو شرايح زي ما انتوا شايفين. جبنا بصلايه بيضه او سمره مش هتفرق اللون. اهم حاجه قطعناها جوليان يعني قطعناها شرايح رفيعه. حطينا لها ليمونه عصرناها عليها. معلقه خل على البصلايه، عشان لو فيها البصله بتبقى عندك حاره تنزل الحراره بتاعتها الخل والليمون. تمام. عشان البنات اللي كاتبين له احنا بنجيب ورقه وقلم وبنكتب وراك المعلومات دي. تمام. اكتبوا ورايا المعلومات دي مهمه جدا. وبعد كده دلعنا السلطه بتاعتنا بعودين من الكزبره الخضراء، وعودين من الجرجير بتاعنا، فرمناهم. حطينا معلقه من الكمون، كل ده فرمناه حطيناهم في طبق طبعا. وبعد كده حطينا معلقه من الكمون وسنه من الشطه ومعلقه صغيره من الملح. وبعد كده رحنا حاطين بقى كوبايه صغيره من الميه المتلجه وعليها 5 مكعبات من التلج. ركناهم حطيناهم في التلاجة عقبال ما التشويحه بتاعتنا شايفين على نار متوسطه. كنت سايباها على نار متوسطه، استوت معايا وخدت اللون. بالله عليكي لو لسه بقى بتتفرجي عليها وصلت للفيديو، ما تنسيش تعملنا لايك عشان يرفع معانا الفيديو. تمام. بعد ما استوت معانا وخدت اللون، ابتدينا نحط الممبار بتاعنا القمر اللي احنا كنا سالقينه وحمرناه حطيناه في الاخر. نزلناهم من على النار، واحلى صينيه سمين بجد تحفه، ريحتها قلب الدنيا وجايبه اخر الشير. هنبتدي بقى نغرف، وحطينا لها قرنين كده فلفل حمر كده لزوم كده الشياكه كده لو انتوا عايزين. تمام. وبعد كده نجيبنا الطبق بتاعنا، عايزين نحسس اولادنا ان احنا قاعدين كده في مطعم. جبنا بقى الطبق وحطينا كده، فرشناه كده بالجرجير كده قطعناه كده، ورحنا بقى ابتدينا نغرف زي ما انتوا
شايفين كده، شايفين اللون وشايفين التقطيع بتاعتنا. احلى صينيه سمين بجد مشكله، كور الكفته والطحال والكبده والقلب والكلاوي. دلعي نفسك ودلعي عيالك وفرحيهم كده بفلوس ابوهم كده في العيد، فرحي الولاد واعزمي جيرانك واعزمي قرايبك وفرحيهم كده ودلعي نفسك انت كمان. واحنا مش احنا من حقنا احنا ندلع نفسنا، دلعي نفسك بسندوتش. شايفه السندوتش؟ كل سنه وحضراتكم طيبين. غرفي بقى السندوتش معلقه طحينه كده زي بتاعه المطاعم، طعمها خياليه، عايزه اقول لك اتنسفت. معلقه سلطه خضراء كده وزي ما حضرتك شايفه كده، ودي حسب الرغبه. غرفي لهم سلطه خضراء. شايفه السندوتش؟ شايفه كور الكفته؟ عايزه اقول لك الاكله دي اتنسفت. شايفه طبق السلطه بقى، والسلطه حاطه عليها كمان ايه زيتون زي ما انت شايفه كده من الجنب، وميه ايه ميه السلطه الويسك بتاع الغلابه، سلطه الطحينه، التقاطيع بتاعتنا. شايفه شكل الطبق يفتح النفس، السندوتشات تفتح النفس، الممبار بتاعنا يفتح النفس. حاجه كده عظمه على عظمه، كأنك قاعده في اجدع مطعم بجد تحفه. شايفين القرن الفلفل ده؟ يا سلام بقى مع السندوتش، مش هقول لكم بقى. بجد يا جماعة ما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وشير واشتراك في القناة وتشاركي الفيديو لكل اصحابك. وبجد متشكرين جدا على تعليقاتكم الجميلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.